يا صباح الفل والجمال. صباح الخير. قلت لي دلوقتي انك اشتريت جورنال الاهرام، فلقيت صورة الباشا مقيد اليدين. زعلت. ليه زعلت؟ احمد عبوش بقى، احمد عبود باشا. زعلت ليه؟ عشان ده راجل عصامي وشريف ومحترم، وعمل مصانع السكر، مصانع قصب السكر، 6 مصانع على مستوى الدولة. كان السكر كان بيتزرع في كل مكان، بالذات في الصعيد، ولا بنستغله. فبدأ يعمل أول مصنع كان في الحوامدية، ثم بقى توسع في البدرشين وأبو قرقاص. انت بتقول لي ان هو كان ليه سكن هنا في اسكندرية؟ كان ليه فيلتين على الكورنيش في سيدي بشر بعد الطابية فورا، عقب الطابية كانوا فيلتين فخمين جدا 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 متشابهتين. كل فيلا كان دورين، كانت فيلا له وفيلا لمنى بنته لازقين في بعض بشكل بعض الفيلتين. وبعدين تم تأميمه بقى وتأميم الفيلتين، واتعمل مسلسل أو فيلم، وجت الفيلا في المسلسل. مش عنه يعني، هو في مسلسل حاجة تانية خالص، حاجة مش تانية قصة خالص. عنه يعني. فبقت أثر يعني. سجل التراث ده. فجابوا الفيلا، واخلي بالك، ودنيا احمد باشا عبود، يا شفته بقى لابس البدله بتاعته، متبهدل ومقيد، وجاي امام محكمه الشعب اللي برئاسه حسين الشافعي يتحاكم من ايه؟ ده راجل عمل حاجه كويسه في البلد، راجل مناضل وراجل محترم، راجل عصامي. كان ده النظام بتاع جمال عبد الناصر، الحقد من الأسرة المالكة ومن البشوات والبهوات وأصحاب المصانع وأصحاب الأراضي والأغنياء. مريض. كان دايما الله يرحمه والده، والد جمال عبد الناصر، الحاج عبد الناصر حسين، يقول لي ابني جمال مريض بالحقد والزعامة وضيع البلد. انت مواليد سنة 30. ايوه ما شاء الله. واتخرجت من كلية ضباط الشرطة سنة 55. ايوه دفعة 55. وانت نقيب كنت حرس على الله يرحمه حسين عبد الناصر، على ابو جمال عبد الناصر. لا، انا كنت في حرس الجامعه في اسكندريه. ورحت على المستشفى بتاعته. وكنت ماسك كليه الزراعه والمجمع كله بتاع المنطقه، اللي هو المبنى الاعدادي بتاع الجامعه والمكتبه العامه بتاعت الجامعه ومعهد البحوث ومستشفى الجامعه وبتاع كل ده. المنطقه كلها كنت انا ماسكها، وكنت نقيب، وكان معايا 5 كونستابلات، 5 كونستابلات على ما اذكر اسمائهم: محمد شحاته ورمسيس. ويعني يا سلام، الكلام ده سنه 62. احنا سنة كام دلوقتي؟ احنا سنه دلوقتي 2022. 2023. يعني من 60 سنه. 61.
بتكلم. فانت طب ايه هو الكونستابل ده كان ايه لازمته يعني؟ الكونستابل ده اللي احنا حلينا محله امين الشرطه. الكونستابل ده كان نظام بريطاني انجليزي، نظام وحيد في العالم، في انجلترا. هو ما حدش خد من النظام ده غير مصر، نظام الكونستابلات. وكانوا بقى شغلهم كله على الموتوسيكلات، على كل واحد منهم معاه موتوسيكل، حياته الموتوسيكل. كنا ناخدهم سائق توجيهي، يعني معاه الثقافة. كان ثانوي 5 سنين، ثانوي كان 5 سنين. سنة تانية كان في شهادة الكفاءة، سنة رابعة فيها شهادة الثقافة، سنة 5 فيها شهادة البكالوريا. وكل شهادة ليها تعيين في الحكومة ومرتب. تاخد الشهادة تاني يوم تتعين في الحكومة. ده كان النظام أيام الملك. لا انا بتكلم على ان 5 كونستابل يعني كانوا ايه دورهم معاك يعني وانت في كلية وانت في الأمن. حرس الجامعة؟ زي دلوقتي حكاية أمناء الشرطة، زي دلوقتي أمناء الشرطة، بس كانت تفرق بقى بينهم، فرق كبير يعني. يعني هو حلقة وصل بينك وبين ايه؟ او ولا هو من استتباب الامن داخل حرم الجامعة؟ كان حرس الجامعة في وزارة الداخلية ملوش دخل بالجامعة، بالشرطة المديرية. يعني مثلا حرس جامعة اسكندرية ملوش دخل مدير امن اسكندريه ولا حكم دار اسكندريه ولا مباحث اسكندريه ولا كان يوم دخل بيهم، دي حاجة خاصة. كنا احنا بنحافظ على حرم الجامعة، الحرم بتاع الجامعة. فكنا عاملين احترام للجامعة، احترام كبير. وهناك اتعرفت بقى على ناس كتير يعني. كان في كلية الزراعة عندي في الكلية كان سمير غانم طالب، وكان محمود عبد العزيز، وكان طلبة. وبعدين سنة 63 كان لسه إنشاء المستشفى الجامعة جنب شرطة النجدة، كانت تبعي. وبعدين جمال عبد الناصر كان راح يقابل تيتو، وعملوا اجتماع هناك في يوغوسلافيا، معاهم سكارلو ومعاهم مش عارف مين. كانوا 5 زعماء في العالم، وأصدروا بيان. تيتو ونهرو وسوكارنو. اطفي ده بس عشان عبد الناصر وتيتو وسوكارنو ونهرو ونكروما بتاع افريقيا اللي متجوز فتحية. واصدروا بيان عدم الانحياز، اللي هو عدم الانحياز للشرق روسيا ولا انحياز للغرب امريكا واوروبا، ملناش دخل احنا. خبطوا ببعض ولا كان ملناش دخل احنا. وكان حلف ابتدى يزيد ويستقطب ناس كتير. جمال عبد الناصر خرج بالمحروسة من ميناء اسكندرية، ووالده الله يرحمه جات له ذبحة، فتم نقله لمستشفى الجامعة هي الجديدة دي، وأنا عينت لحراسته ومسؤول عنه ويوران ليه. ففضيت الدور الرابع بتاع المستشفى خالص من النزلاء. مستشفى؟ في المستشفى، مستشفى المواساة.
مستشفى الجامعة. الجامعه ذات طلبة نفسها الجامعة. هي اللي اسمها دلوقتي ايه، ولا هي ما زالت بنفس الاسم؟ لسه جنب شرطة النجدة الأزرق، بينها وبين قسم باب شرق وبين الله، دي اللي نزلت فيها الله يرحمها طن سهير، صح؟ ولا لا، سهير نزلت في مستشفى المواساة صح. ومستشفى اليوناني. اليوناني اللي هي دلوقتي جمال عبد الناصر. المهم ان انت رحت بقى نكمل يعني للمستشفى، وديته والد جمال عبد الناصر المستشفى. وتعينت عليه، قعدت معاه اسبوعين واخفينا الخبر عن جمال عبد الناصر، يشوف حاله ما يعرفش ان ابوه جات له ذبحه. بس في نفس اليوم جات لي طياره من مصر فيها جميع مجلس قياده الثوره، عبد الحكيم عامر وزكريا محي الدين وخالد محي الدين وصلاح سالم كلهم جم في طياره واحده. طياره جم. وفي نفس الوقت جت طياره تانية فيها 9 دكاتره، اساتذه دكاتره علماء الطب في العالم، في مصر، مصريين، في مصر، مصريين من مصر. كانوا 9 اساتذه اللي هم قمه البطنه، طب البطنه في مصر. جاء كونسولتو يعني، كونسولتو. فجم شافوا الحاج عبد الناصر وكشفوا عليه بتاع وعليم، وكان في بقى دفتر بتاع مجلس كاس الثوره كتبوا فيه النتيجه وبتاع، ومن ضمن النتيجه منع الزياره عنه. حتى ولاده الحاج عبد الناصر حسين الليسي وعز، اخوات جمال اللي هم الليسي عبد الناصر وعز عبد الناصر وشوقي عبد الناصر وحسين كلهم دول يجوا مرة واحدة في اليوم، والمدة حضوري أنا لمدة 3 دقائق. 3 دقايق يقفوا قدام أبوهم ومفيش داعي يعني توتر ولا توتر، مرة واحدة بس. أما ما عدا ذلك مفيش حد يخش ولا يزور، ممنوع الزيارة بتاتا، وأنا مسؤول عن ذلك. وأنا عينت حكيمة و3 ممرضات وقعدت معاه بقى كويس بعد أسبوع الحمد لله. وبعدين انتكس صحيا، فجم بقى أعضاء مجلس قيادة الثورة تاني والكوميسيون الطبي تاني جم تاني، فقالوا برضو سبب انتكاسة الزيارة. فمجلس قيادة الثورة استدعوني واستجوبوني عن الموضوع ده، فقلت لهم والله أنا منفذ الأمر ده على الجميع، حتى الوزراء والمحافظ ومدير الأمن ولكن في شخص واحد بس ما قدرتش عليه، اللي هو كان مدير المباحث الاسكندرية. ما قدرتش عليه. فقالوا ليه؟ قلت لهم ده راجل خطير، يعني خطير جدا، ويعني يضيعني يلبسني تهمة مخدرات، يعمل لي أي حاجة. ده كان سبب بداية الخلاف اللي بينك فراحوا عاملين أمر في دفتر الرئاسة يخص فقط بمنعا باتا
دخوله على الحاج عبد الناصر. فقلت لهم اوكي كده انا اقدر اشتغل. وفعلا منحته لما جه، بس شالها لي طبعا واذاني بعد كده. المهم في الفترة ديت اتولد ابنك، صح ولا لا؟ والله المدام جت من سيدي بشر بقى، من راس السوداء، كانت حامل عن الولاده في نفس الفترة دي. فجت في مستشفى المواساة، كانت خلفي. مستشفى المواساة كانت خلفي على طول، ورا مستشفى اليوناني، ورا مستشفى جمال عبد الناصر. فجت أقامت في أوضة وولدت وجابت ولد. كانت ورايا على طول، يعني بيني وبينها كان دقيقتين. ومع هذا ما رحت لهاش، ورغم ذلك ما نزلتش من المستشفى وما رحت لهاش ولا شفتها، ولا يعني شفت المولود ولا كان يومين. فالحاج عبد الناصر استدعاني وقال لي انا سمع ان المدام في مستشفى المواساة وولدت. قلت له ايوه. قال لي بقالها تقريبا اسبوع. قلت له ايوه. قال لي وحضرتك ما زرتهاش؟ قلت له ايوه. قال لي ليه؟ قلت له انا اسيب الحاج عبد الناصر حسين واروح اشوف مراتي او اشوف ابني؟ هل ده معقول؟ فهو الراجل الله يرحمه، الرجل كان رجلا والرجال قليل. فقال لي طيب روح دلوقتي حالا بالامر. فقلت له حاضر. فرحت لقيت المستشفى مقلوبه، ونقلوها بدل كانت اوضه بقت جناح كبير، ومقيمه معاها الراهبات والدكتوره وهيصه وحرس وكان يوناني الورد ياه في الطرقه كلها وعلى مدخل المستشفى. ايه ده؟ وهناك الوزير والمحافظ والدنيا كلها. الدنيا اتقلبت يعني. أجران الحاج عبد الناصر حسين عمل ده كله وانا مش دريان. قلب الدنيا وانا مش دريان. فالمهم شفت المدام الله يرحمها وشفت المولود وخدت هو كانش لسه اتسمى. وخدت جواب من المستشفى ورحت لمفتش الصحة، أيدته وسميته ياسر. ولما رحت رجعت للمستشفى الحاج عبد الناصر، فقال لي سميته ايه ابنك؟ فأنا أحرجت جدا فقلت له ناصر. قال لي اشمعنى؟ قلت له ده يعني ده اسمك بس. فخدت بعض تاني ونزلت ورحت مفتش الصحة تاني وغيرت ياسر بدل ياسر لناصر. وغيرت الشهادة وبتاع. فعشان كده ناصر ابني اسمه آخر العنقود. وهو آخر العنقود. تحياتنا ليه ولأولادك جميعا. ماشي كده كفاية أوي. صباح الفل والجمال، صباح القشطة.